براغا قدم مستوى جميل في دوري ابطال اسيا. الان مع المدرب الوسميلا يبحث بان يسجل تاريخ. هديه يا عيني يا ولد يا ولد يا ولد. الله يا اوليفيرا يسجل هدف الاول. يسجل الان النجم الكبير ريكاردو اوليفيرا. فرحة العيناوي والاهلاوي والجزراوي والوحداوي الكل الان يقف خلف الممثل الاماراتي نادي الجزيرة ريكاردو اوليفيرا. وصلت الهدية من نصرتي، الهدية وصلت على طبق من ذهب، وريكاردو اوليفيرا من انصاف الفرص يسجل، فما بالك بهدية تصل الان امام المرمى امام الحارس الكبير. شو اللي تسويه حارس المرمى؟ مادي صبيتي 38 سنة وكان يلعب جمباز في اللقطة الماضية. حارس المرمى مر من امام النجم ريكاردو اوليفيرا يتلاعب، واوليفيرا يسجل الهدف الاول للجزيرة الاماراتي. فخر ابو ظبي يتقدم بالهدف الاول في هذه المباراة. هدف يسجله النجم الكبير ريكاردو اوليفيرا من خاض تجارب احترافية كبيرة، فرق كبيرة جدا. راح يضاف الى لقب كلمة العالمي أن تتواجد في بطولة كأس العالم. كرة موجودة الآن إلى سبيت. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سبيت من زاوية بيته يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني. وين هذا الأداء من البداية؟ وين هذا الأداء من البداية؟ وين هذا الأداء من بداية الجولات يا أبناء الجزيرة؟ الجزيرة يسجل ثاني الأهداف. فخر ابو ظبي يظهر امكانيات كبيره. سبيت خاطر لاعب خط الوسط هو هداف الجزيره في دوري ابطال اسيا بهدفين. هدف ثاني جميل ملعوب من زاويه صعبه. هنا الغمزه في البدايه. سبيت خاطر لمح بان في الجهه اليمنى. هذه حركات سبيت، هذه هي عادات سبيت. سبيت خاطر لاحظ تمريرة دلقادو الى سبيت، هم متفاهمين عليها من زاوية صعبة جدا، لكن على سبيت مش صعبة، على سبيت مش صعبة. راجبة الصواريخ سبيت خاطر يسجل الان ثاني الاهداف بطريقة جميلة.